بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن باسم الزور، برنامج الكرة مع باسم. النهارده هنحلل ماتش الأهلي ومنتخب السويس اللي انتهى منذ قليل. النادي اللي فوز النادي الأهلي 1-0 بهدف حسين الشحات. النهارده الأهلي كان أداؤه يعني مش قوي، يعني مش للأهلي بس هو معلش مش كل المباراة تبقى أحسن مباراة، ده الإجهاد يعني، خصوصا خالصين بطولة أفريقيا ولسه عندنا ماتشات ياما. لسه الأهلي لسه 9 مباريات في الدوري غير 4 ماتشات في كاس مصر ولسه المفروض كولر يعمل روتيشن في الفريق، لازم يلعب مصطفى احمد شوبير. والنهارده عامل رايح كويس، رايح علي معلول النهارده، المفروض يريح بقى في ماتش زي ده. كان لاعب المفروض يلعب الناس ما بتلعبش، بس هنعمل ايه بقى؟ ده قدر النادي الاهلي. لازم بطولات، لازم الاهلي عايز بطوله ولا بطوله ولا بطوله ولا بطوله. جمهور الاهلي ياكل لا يشبع، جمهور الاهلي عايز بطولات. ده قدر النادي الاهلي. ومعلش اللعيبه النهارده يعني المباراه مش قد كده. المشوار كاس مصر بقى الدور الجاي، الزمالك يقابل المقاولين في الدور الثمانية، وبيراميدز يقابل سيراميكا، والاهلي يقابل الداخليه لسه في الدور ال 16، ولسه المصري في الدور ال 16 يقابل حرس الحدود، وانبي والنجوم. الكسبان من الاهلي والداخليه يقابل الكسبان من المصري وحرس الحدود. خلاص المباراه بتاعت ربع النهائي انبي والنجوم اتحددت خلاص في ربع النهائي، والزمالك والمقاولين اتحدد في ربع النهائي. الزمالك ومقاولين وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا يبقى الكسبان منهم يقابل بقى. الزمالك لو كسب المقاولين يقابل الفايز من كسبان من بيراميدز وسيراميكا، والاهلي كسب الداخليه يقابل الفايز من مصر وحرس الحدود. وربنا يسهل ويوفق كل الفرق ان شاء الله في كاس مصر. وكمان الدوري خلاص قرب يخلص كويس. ده النادي الاهلي وده قدره، لازم البطولات. معلش اللعيبه النهارده الاداء مش قد كده. شكرا، سلام عليكم.